السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم مستر سعيد. النهاردة إن شاء الله هنبدأ سريعا أديك ملخص بسيط وتمهيد للجزء الجاي إن شاء الله للحلقة اللي جاية، بيتكلم عن الأشكال والأوضاع اللي بتتخذها الصخور النارية في الطبيعة. هنا سريعا كده أنا عندي الأرض في جزء اسمه جوف الأرض، وفي تحت سطح الأرض اللي هي المنطقة المتداخلة، وفي سطح الأرض. تمام كده؟ سريعا انا عندي الماجما لما بتتكون وبتتجمع تحت جوف الارض او في جوف الارض بتكون لي حاجه اسمها الباسولايس، وده عباره عن كتله من الماجما بتبرد وبتتكون فين؟ قريبا من غرفه مين؟ الماجما. امتدادها مئات الكيلومترات وسمكها بضعة كيلو مترات، ده اسمه الباسولايس. عندي في المنطقة المتداخلة أو تحت سطح الأرض، ده سطح الأرض، ده تحت سطح مين؟ الأرض. الماجما لما بتطلع بتتكون في شكل قباب، لا إما قبة عادية لا إما قبة مقلوبة. تمام؟ مقلوبة عادية. لو كانت قبة عادية اسمها اللاقولايس، طب لو كانت قبة مقلوبة اسمها اللوبولايس. اتكونت بالمنظر ده القبه العاديه اللي هو اللاقولايس. قال لك نتيجه ايه؟ نتيجه صعود الماجما عاليه اللزوجه فتضغط على الطبقات التي فوقها فبتكون شكل مين؟ الطيه المحدبه. هنا اللوبولايس تضغط على الطبقات التي اسفلها نتيجه ان اللزوجه بتاعتها قليله، يبقى اللاقولايس اللزوجه بتاعتها عاليه فبتطبق الطبقات اللي فوقها. اللوبولايس اللزوجه بتاعتها مالها؟ هاديه شويه اقل، فبتكون الطبقات او بتضغط على الطبقات اللي اسفلها فتعمل شكل مين؟ الطيه المقعره، شكل طيه وليس بطيه، لان الطيه مالها طبقات رسوبيه انما دي ماجما. تمام؟ لو انا عندي الماجما قدرت اللي هي تقطع الطبقات بالمنظر ده هسميه عرق ناري او قاطع ناري. سميته قاطع لانه بيقطع الطبقات. تمام؟ عرق ناري نتيجه تبلور مين؟ بروده وتبلور مين؟ الماجما. ده الكلام ده لو قاطع للطبقات في المنظر ده. طيب لو كانت موازيه للطبقات بالمنظر ده هيبقى اسمها جدد، بشرط الا تقطع الطبقات. يبقى الجدد عكس العرق، الاتنين ماجما بس ده بيقطع الطبقات انما ده ماله؟ موازي للطبقات. ده برضه بالمنظر ده عرق ناري قطع الطبقات انما ده موازي للطبقات. الكلام ده لو فين؟ في المنطقه المتداخله او تحت سطح الارض. طب لو على سطح الارض يا مستر هقول لك بص، بيطلع نتيجه البركان، في بركان بيطلع فبيتكون معايا هنا ده اسمه مخروط البركان، بينتج من تراكم المواد الناريه التي تخرج من البركان، فبتعمل حاجه اسمها الطفوح البركانيه، وبتعمل عندي حاجه اسمها هنا بتبقى في شكل حبال او ممكن تعمل لي شكل حاجه اسمها الوسائد. تمام كده؟ بيطلع عندي اسمها المواد الفتاتيه الناريه، ممكن تطلع بشكل ليه زوايا حاده بسميه البريشيا، بريشيا بركانيه، وممكن يطلع عندي بشكل مواد فتاتيه صغيره زي اللون الاسود ده فده بسميه الرماد البركاني. والرماد البركاني ده خفيف جدا ممكن الهواء ينقله من مكان الى مكان. واخر جزئيه بتتكون عندي حاجه اسمها المقذوفات البركانيه نتيجه اندفاع الماجما من باطن الارض وبتقابل اللافه المتصلده هنا. يعني الماجما طالعه من هنا قابلت مجموعه من اللافه المتصلده هنا فقامت عامله لي ايه؟ قامت عامله لي كتل ناريه بيضاويه بسميها بالقنابل البركانيه. وده كان سريعا كده تلخيص سريعا لاشكال الصخور الناريه في الطبيعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم مستر سعيد علي.